ده ملخص الحلقة الخامسة من مسلسلنا. لو لسه ما شفتوش بقية الحلقات روحوا شوفوها وتعالوا علشان نكمل. بنشوف بقى نانا وهي في المستشفى وكانت بتحلم بنفسها وهي صغيرة وبتفتكر لما كسرت الطبق وباباها كان بيسألها هو انت اللي عملت كده، لكن هي بتقول له ان مش هي. فبيقول لها انت عارفة الشجرة اللي انت قاعدة تحتها دي ان هي بتتهز اول ما بتكدبي، وبيفضل يحكي لها عن مميزات الشجرة دي وان هي تخلي بالها منها. فجأة بقى مش بتلاقي باباها حواليها فبتفضل تبكي، وبتصحى من النوم على كده بتلاقي ان رايك قاعد جنبها وماسك ايديها. وفي الوقت ده جيم بيجي بقى وهو قلقان عليها وبيسألها ايه اللي حصل معاك، لكن رايك بيقول له ان العربيه اتعطلت مره واحده. بس جيم ما بيكونش مديله اي اهتمام، بيكون مركز بس مع نانا. ورايك بيروح علشان ينده الدكتور. في الوقت ده نانا بتقول له ان الحادثه دي اكيد بفعل فاعل، وبتقول ان هو يخليه ورا كاميرات المراقبه لغايه ما يعرفوا مين اللي عمل كده. في الوقت ده بقى ابننا بيخرج الاستقبال علشان ينادي الدكتور، لكن بيلاقي ان الصحفيين كلهم بره وعايزين يدخلوا له. وبيروح لنانا وبيقول لها فبتاخده بره المستشفى وبيركبوا تاكسي عشان يمشي. في الوقت ده بقى بنشوف كوكو الرئيس بتاعه عمال يهزقه ان هو لغايه دلوقتي ما خلصت القضيه. فبيخرج بقى وبيقعد في المكتب. في الوقت ده المحقق بيقول له ان هو لقى ادله جديده، وان زي ما هاي جو قالت ان جاي فعلا ما كانش في المستشفى اليوم ده، وان هو فضل ورا كاميرات المراقبه لغايه ما لقى فعلا ان هو راح عند البيت بتاع ابننا. وكوك بيقول له ان احنا دلوقتي لازم نعمل تحقيق مع جي، اما نلبس ده لا اما نلبس ده مش هنخسر حاجه. في الوقت ده بقى بنشوف رايك ونانا وهما في التاكسي وبيكون مديلها اهتمام كبير جدا وبيكون خايف عليها من كل حاجه، ولما بينزلوا من التاكسي بيشيلها كمان عشان بيشوف ان هي تعبانه، لكن هي بتقول له ان هو ينزلها بسرعه لان هو عنده الغضروف. فبيقول لها انت عرفت ازاي؟ فبتقول له اكيد يعني كلنا بيبقى عندنا في السن ده، لكن هو مش بينزلها ويوصلها لغايه البيت بس بيكون تعب جدا. وبيقول لها ان هو ياخد باله منها كويس جدا لغايه ما تخف، وهي بقى بتكون بتشوف كل اللي عمله ده وقلبها بيدق. في الوقت ده بقى بنشوف رئيس اكبر الشركات وهو قاعد مع رئيس وكيل النيابه، بيقول لهم انتوا ازاي تسمحوا ان بنتي يتم استجوابها 6 ساعات، لكن رئيس النيابه بيقول له ان هو ما كانش يعرف ان هي بنته، ولو كان عارف اكيد ما كانش هيعملوا معاها كده. بس رئيس الشركه بيقول له ان الموضوع خلص خلاص واحنا عرفنا دلوقتي مين المتهم، وان باين كده على ابنك ان هو مش طير زيك، انت زمان كنت بتخلص الموضوع ده بسرعه. لكن هو بيقول له ان هو فعلا ما عندوش خبره كبيره بس هيمسك القضيه وهينهيها. في الوقت ده بقى بنشوف هيجي وهي بتشوف الاخبار وبتعرف ان رايك عمل حادثه، فبتقول للمساعد بتاعها ان هي عايزه تعرف هو مكانه فين عشان تروح، لكن هو ما بيكونش موافق لان اكيد باباها مش هيسمح بكده، لكن هي بتقول ان هي محتاجه ان هي تشوفه وان هو يساعدها. في الوقت ده بقى رايك بيكون بيشوف اي حاجه علشان ياكلها، لكن فجاه بيلاقي ان علبه القهوه عليها صورته وان اللبن والمربى كمان عليه الصور بتاعته، فبيكون مستغرب هي ليه بس بتجيب الحاجات اللي هو مروج لها. لكن في الوقت ده بيسمع صوت تكسير في الحمام فبيروح بسرعه علشان يطمن عليه، لكن بيطلع ان هي ما حصلهاش اي حاجه، وهو بيروح يجيب لها مروحه علشان تنشف شعرها بشكل اسرع. وبيكلمها تاني على كوكو وبيقول لها هو ليه كان بيقول عليك ان انت نتنه، فبتقول ان هم زمان كانوا بيتنمروا عليها بس مش علشان ريحتها وحشه، علشان حاجه تاني. بس هو بيكون ملاحظ ان الموضوع مأثر جدا في نفسيتها لدرجه ان هي بتستحمى اكتر من مره في اليوم وبتغسل شعرها كتير. ورايك بقى بيفضل يتريق شويه عليه وبيقول ان هو اصلا ما فيهوش حاجه مميزه عشان يتنمر عليك، فبيلاقي ان هي بتضحك على كلامه وهو بقى بيسرح في ضحكتها شويه وبيلاقي ان قلبه عمال يدق وباين ان هو واقع ومحدش سمع عليه. ولما بتبص له بقى بتلاقي ان هو بيبص عليها وبيطلع يجري عشان ما يتكشفش. بالليل بقى وهما بياكلوا بتكون بتراجع القضيه فبيقول لها هو انا شفاف ولا ايه، ما تتكلمي معايا. فبتشيل القضيه وبتقول له ان هي ما خدتش بالها، فبيقول لها ان هي قلت الذوق، لكن هي بتقول له هو انا اللي قلت الذوق ولا انت اللي اول مره قابلتني اتكلمت معايا بطريقه مش رسميه. فبيقول لها ان هي كده ليها مكانه خاصه عنده لان هو ما بيتكلمش مع اي حد بطريقه مش رسميه، وان هو لما بيتكلم معاه بيكون على طبيعته، لكن هي بتقول له ان احنا كده لو اتكلمنا مع بعض بالشكل ده هنبان ان احنا قريبين قوي من بعض. لكن هو بيقول لها ما ايه المشكله يعني، ما الناس بتحب ان هي تتكلم بطريقه غير رسميه مع بعض. لكن هي بتقول له ان هو ما ينفعش ان هم يعملوا كده عشان هيبانوا ان هم بيحبوا بعض. فبيقول لها ما تعمليش اللي انت مش واخده بالك، انا شايف بقى اللي انت معجبه بيا جدا. وهي بتاخد الصدمه ساعتها فبيقول لها انت فاكره ان انا غبي، انت بتشتري كل حاجه انا بروج لها. ولما بتعمل نفسها من بينها وبتقول له ايه ده هي الحاجات دي على صورتك انا ما خدتش بالي، لكن هو بيقول لها انا بالنسبه لي كل اللي انت بتعمليه ده اكيد مش صدفه. وفي الوقت ده بتخاف جدا وبتتوتر فبيقول لها انا عارف انك انت بتشتري الحاجات دي لان هي الاعلى مبيعا، وانت عارفه ان كل الناس كانت معجبه بيا علشان كده كان الحاجات بتاعتي الاكثر مبيعا. فبتقول له ايوه فعلا صدق ما خدتش بالي، وبتقول له ان افضل الحاجات اللي هي بتشربها هي الحاجات اللي هو بيروج لها. لكن هو بيقول لها شفت اللبن اللي انا بروج له ده انا مش بشربه اصلا، وبيقول لها ان هو عنده حساسيه اصلا من اللبن وان هو ما ينفعش يشرب. فبتعمل نفسها من بينها كده وبتقول له بجد انا ما كنتش اعرف خالص، وبيقول لها ما انا عارف ان انت مش عارفه حاجه وانا منتج دلوقتي ولازم المنتج ده ما يتفتحش ابدا قدام الناس، يعني مش هينفع اخرج اقول لهم انا مش بحب ده ولا مش باكل ده لان انا بروج لكل الحاجات دي. وبيقول لها الا بقى لو الحاجه بقى طلعت طعمها وحش انا هبقى انتهيت. لكن هي بتقول له انت بتحكي على نفسك كده ليه، انت عارف ان الناس كلها كانت بتحبك قبل اللي حصل ده، وان انا دايما بحس ان انت مش بتحب المعجبين بتوعك وان انت بتحتقرهم كده، بس اللي بان بقى في شخصيتك ان انت باين عليك مش بتكره الا نفسك وان انت مش مقدر نفسك كويس ومش عارف ان انت تستحق الحب عادي. فبيقول لها ان هي ذكيه جدا فعلا بس بقى في حاجه واحده غلط هي قالتها، وبيقول لها ان الناس مش بتحبني خالص، الناس بتحب النجم رايك، بس لو شافوا بقى رايك الانسان هيشمئزوا مني ومحدش هيحبني لان طول عمري محدش كان بيحبني اصلا، والشخص الوحيد
الوحيد اللي كان بيعرف يتعامل معايا فعلا اهو مات. هو بيقول لها علشان كده بعاملك بكل اريحيه لان انا عارف ان انت مش بتحبيني، علشان كده مش هيخيب املك فيا ابدا. في الوقت ده بقى بنشوف جين وهو مع الميكانيكي وبيقول له ان الحادثه اللي هم تعرضوا لها دي كان فعلا بفعل فاعل، وان حد خرم الاطارات بتاعه العربيه. فبيروح تاني يوم بقى وبيحكي كل ده لنانا، وبيقول لها ان هو شاف الكاميرات كلها بس لسه ما ظهرش فيها اي حد، وبيقول لها تحكي له ايه اللي حصل اليوم ده. فبتقول له ان هي كانت بتتكلم مع المدعي العام وخلت ابننا ينزل الاول ويسبقها تحت. لكن في الوقت ده رايك بيصحى من النوم بقى وبيسمع صوت كده بره، فبيخرج وبيشوف ان جيم بره وبيجي علشان يروح لهم، بس بيقول في نفسه ان هو مش مهتم خالص ان هم قاعدين مع بعض، بس الفضول والغيره بيكونوا اكبر منه وبيروح علشان يسمع هم بيقولوا ايه. وبيسمع جيم في الوقت ده وهو بيقول ان ممكن يكون رايك هو اللي عمل كده اصلا، لان هو عايز يبرأ نفسه باي طريقه، ولو عمل الحركه دي وقال ان مثلا حد كان عايز يموته اكيد هيخرجوه براء. لكن هي بتقول له ان هي بتثق في رايك ان هو عمره ما يعمل الحركات دي، وان هو عمره ما يخاطر بحياته بالشكل ده. وبتفتكر في العربيه لما حضنها وبتقول ان هو عمره ما يعمل حاجه زي دي. وبتقول لجين انت فاكر لما احنا اتقابلنا اول مره انا كنت مخرجك من قضيه ايه؟ من قضيه نشل مرتين، وقلت لك انك لو عملت كده مره تانية انا مش هدافع عنك. فاكر بقى ايه اللي حصل بعد كده؟ اتصلت بيا في قضيه نشل جديده وانا ما كنتش همسكها لك، بس اول ما قلت لي اللي انت ما عملتش كده صدقتك على طول، وان انا ساعتها اديت لك فرصه، فلازم ندي رايك هو كمان فرصه. رايك بيكون بيسمع كل ده وفرحان جدا ان هي كانت بتدافع عنه بالشكل ده. بنشوف بقى كوكو وهو بيستجوب جين وبيكون معاه المحامي زميلنا هو، واللي بيقول لجين ان هو ما ينفعلش وان هو يرد بالراحه على كل الاسئله، وبيقول له قول لنا بقى انت كنت فين اليوم ده. فبيقول لهم ان هو كان في المستشفى لان رايك كان ضرب. لكن المحقق بقى بيوري له كاميرات المراقبه واللي بيظهر فيها ان هو كان بره المستشفى عادي جدا، ان هو كان كمان قريب من بيت رايك. فبيتعصب بقى وبيبدا يتوتر وما بيكونش عارف يجمع كلامه، وبيبدا يقول ان هم ظالمينه وان هم سايبين المجرم وماسكينه هو بيقول لهم ان هو عنده دليل ان رايك هو اللي قتله وسام. والمساعد في الوقت ده بقى بيروح لرئيس الوكاله وبيقول له على اللي حصل، والرئيس بيسال المساعد هو عارف قد ايه بقى من كل اللي بيحصل، لكن هو بيقول هو ما يعرفش اي حاجه عن وسام، وبيبان ان هم مخبين حاجه كبيره جدا ومش عايزين ان هي تظهر. بنشوف بقى في الوقت ده عصافير الحب رايك ونانا وهم قاعدين وبيفك لها ايديها، وبتقول له ان ايديها ما بقتش توجعها خالص وان هي خفت، فبيفرح جدا بس بيحاول يداري نفسه. جيم بقى في الوقت ده بينادي نانا وبيقول لها اللي هو خلاص بقى لقى المجرمين، فهم رايحين اسم الشرطه. رايك بيقول ان هو يروح معاه، ولما بيروحوا بيلاقوا اللي عمل كده هم البنتين اللي دخلوا بيته قبل كده. ولما نانا بتسالهم انتوا عملتوا كده ليه، فبيقول ان هم عملوا كده عشان ينتقم من المجرم اللي قتله وسام، وان انت ازاي مخرجاه من السجن ومعيشاه وسطنا وهو يستحق ان هو يموت. فنانا بتتعصب من كلامهم وبتقول لهم ان ده شروع في القتل وانتوا ممكن تتحبسوا دلوقتي حالا. ما بتكونش بتهزر وكانت هترفع عليهم قضيه، لكن في الوقت ده رايك بيقول لها ان هي تسيبهم يمشوا، وبيقول لهم انا هسيبكم تمشوا بس بشرط واحد، ان انتوا لو عايزين تاذوا حد اذوني انا وما تاذوش اي حد تاني من حواليا. وبيخليهم يوعدون ان هم مش هيعملوا اي حاجه تاني وبيخرجوا بيسيبوا. والنبي بتقول له انت مش خايف على نفسك لا يعملوا فيك حاجه تاني، لكن هو بيقول لها ان كده هيجيب المشاكل لنفسه اكتر، وان احنا لو رفعنا عليهم قضيه هيفتحوا بقى السوشيال ميديا ويفضلوا يقولوا اللي احنا ظالمين، فهيخلوا الاعلام وكوريا كلها تتكلم البنات دي عايزه الشهره والاهتمام بس. وبيقولها لو على نفسي انا متعود دايما على الموضوع ده، بس اللي انا خايف عليه هو انت مش عايز اي حاجه تحصل. في الوقت ده نانا بتجيلها مكالمه من الشركه، فبتروح بسرعه وبتاخد رايك معاها وبتخش اجتماع كان الرئيس بتاعها عامله لها وكمان المحامي زميلها، اللي بيقول لها انا بس علشان زميلك بقول لك ان انت بعيده عن القضيه دي احسن. والرئيس بقى بيقول لها ان جي اعترف على رايك بحاجات احنا لسه ما نعرفش هي ايه، بس طبعا المحامي زميلها مش هيقول لها ايه الحاجات دي. والرئيس بيقول لها ان هي تبعد عن القضيه بتاعه رايك دي وتنساها خالص، وبيقول لها انت عارفه ان الشركه بتاعتنا عامله اتفاق مع الوكاله، وانت عارفه ان دلوقتي الاثنين اعداء لبعض وعايزين يستجوبوهم وش لوش، فما ينفعش انت تبقي بتدافع عن رايك وهو بيدافع عن جي والاثنين قصاد بعض في نفس الشركه. لكن الكلام مش بيعجب نانا اللي بتقول ان هي هتدافع عن رايك وان هي مش هتسيب الموكل بتاعها ابدا، وبتقول للرئيس ان هو اللي علمها الكلام ده وان هي هتسيب الشركه مؤقتا الفتره دي، وبتقول له لو مش عاجبك ان انا كمان اسيبها مؤقتا القرار ليك لو عايز تمشيني. بتدخل بقى الاوضه وبتلم الحاجه بتاعتها، فرايك بيقول لها ايه اللي حصل، فبتقول له ان جي قال ادله واحنا ما نعرفش هي ايه لغايه دلوقتي، وبتقول له لو انت عارف اي حاجه جي ممكن يقولها عليك قولها لي بسرعه. لكن هو بيفكر وبيقول لها ان هو ما يعرفش هو قال ايه عليه بس ممكن نتصل بيه. بتقول له ان احنا عادي ممكن فعلا نتصل بيه، بس الموضوع ده ممكن ياخدوه ضدنا ويقولوا ان احنا بنكلمه عشان نغير الشهاده بتاعته قدامك. وبعدين بتفكر وبتقول احنا عادي ممكن ما نكلمهوش بس نكلم حد يكون عارف كل حاجه عنه. رايك بقى بيروح في الوقت ده لبين صاحبهم الرابع وبيساله لو عارف اي حاجه عن جي، بس بين مش بيرضى يقول لهم حاجه وبيقول لهم ان هو ما يعرفش اي حاجه عن جي. لكن رايك بيقول له ليه مش انت اللي قلت لجي كان معاك الليله دي وطلع في الاخر ان هو ما كانش في المستشفى، وانها بتقول له ان هو يقول لهم الحقيقه علشان يقدروا
ينقذوا الاتنين. بنشوف بقى اللي حصل الليلة دي في المستشفى، وإن بين كان مع جي فعلا في المستشفى، بس جي بقى قاعد يبص على التعليقات ويشوف الناس وهي بتتكلم عليه بطريقة وحشة جدا، وبيلاقي المعجبين بتاع رايك عمالين يشتموا فيه وبيقولوا إن هو ملهوش لازمة لو كان جه أصلا الحفلة أو ما جاش، وإن الفرقة من غير رايك مش فرقة أصلا، وإن هم مش موهوبين. وبين بيقول له إن هو يكبر دماغه من الكلام ده لأن هم دايما بيسمعوه. لكن في الوقت ده بقى بتجيله رسائل كده من معجبة وبتقول له إن هي عارفة مكانه وإن هو نكرة وإن هو يسيب الفرقة، وبيقول لهم إن هو بقى بعد كده نايم صحي ما لقاش إن جي موجود في المستشفى، وبيقول حاولت أتصل بيه كتير بس في الوقت ده عرفت إن وو سونج مات. فإنها بتقول له أنت سألت بقى جي هو راح فين بعد المستشفى؟ لكن هو بيقول لها إن هو فعلا سأله بس قال ما يقولش لأي حد إن هو مشي بره المستشفى أصلا، وإن رئيس الوكالة قال لنا اللي إحنا لازم نلتزم بالقصة دي ونقول اللي إحنا ما خرجناش بره المستشفى. رايك بقى بيخرج وهو متعصب، بس هي بقى بتروح وراه بتقول له إن هو كان لازم يقول لنا الكلام ده من الأول، وإن حتى لو عمل كده عشان ينقذ صاحبه بس الكذبة بتفضل طول عمرها كذب، وإن بالكذبة بتاعته دي كان هيخليك في خطر أكتر من اللي أنت فيه. لكن هو بيقول لها أنا لو كنت مكانه كنت هعمل كده لأن هما كانوا بيتدربوا مع بعض من زمان وصحاب جدا. فبتقول له طب هما كانوا صحاب، أنت وجي بقى كنتوا إيه؟ ما كنتش بتتفقوا مع بعض زي ما أنا سمعت؟ هو بيحكي لها وبيقول لها إن هو السبب في كل اللي كان بيحصل ده، وبيوريها إن زمان كانوا فعلا صحاب جدا وكانوا بياكلوا مع بعض وبيهزروا كمان، لكن مع الشهرة مواقف بتحصل بتخلي الواحد يشيل من التاني، وإن التعليقات السلبية اللي كانت بتجيله خلته إن هو متحطم خالص، وإن جاي مرة اتخانق مع رايك لأن هو كان شايل له كوبليه من الأغنية بتاعته. في الوقت ده رايك اتعصب عليه وقال له إن الطبلة في الأغنية مش هتكون كويسة، وبيقول له بطريقة إن أنت لسه مش موهوب كفاية واللي أنت لسه مش عارف إيه اللي يتحط في الأغنية وإيه اللي لأ. ورايك بيقول له لو أنت بقى مش موافق على الكلام اللي أنا بقوله ممكن تسيب عادي جدا الفرقة ولا يحصل للفرقة أي حاجة لأن أنت مالكش لازمة. جاي بقى بيتعصب وبيخرج بره، وسونج بيقول له إن هو ما كانش لازم يتكلم بالطريقة دي. بيحكي لها بقى كل ده وبيقول لها أنا كنت غلطان في الوقت ده لأن أنا كنت فاكر اللي أنا بعمله ده الصح، وإن ده اللي هيخليني أبقى ناجح أكتر، وإن أنا أكيد كنت بعمل ناس كتير بطريقة وحشة لدرجة إن أنا قلت مين هيبقى عنده مثلا ضغينة ضدي إن هو يعمل لي أي حاجة. فمن كتر ما القايمة طويلة أنا مش عارف أعد مين فيه. وبيقول لها أنا مش عارف أنت إزاي لغاية دلوقتي مصدقاني كل ده، مفيش أي حد كان هيصدقني بالطريقة دي. لكن هي بتقول له إن هي بتثق فيه فعلا، وبتقول له تعالى عشان أوريك حاجة. بتوري له الشجرة وبتقف جنبها وبتقول إن هي بتثق في رايك فما بيحصلش للشجرة أي حاجة. بترجع بقى وبتقول أنا مش بثق في رايك، فبتلاقي إن الشجرة قاعدة بتتهز، وبتقول لرايك إن الشجرة دي بتتهز بس لما الإنسان يكذب. لكن بقى رايك بيقول لها إن ده مستحيل، فبتقول له لو مستحيل أو مش مستحيل كفاية اللي أنا مصدقة الموضوع ده. وبتقول لما أنا بقى ما بكونش عارفة أكلم حد باجي هنا وبكلم الشجرة وبفضفض بكل اللي جوايا. وبتقول له دلوقتي مسموح لك اللي أنت تيجي هنا عند الشجرة وتقول كل اللي أنت عايزه. فبيروح فعلا للشجرة وأول حاجة بيسألها لها لو هو وسيم فالشجرة مش بتتحرك، هو بيفرح جدا وبيسأل بقى الشجرة لو هو عبقري بيلاقي إن الشجرة بتتهز، فبيفرح تاني لأن هو عارف إن هو مش عبقري. بيبص بقى للشجرة المرة دي وبيقول في نفسه لو أنا أذيته سونج، لكن بيلاقي إن الشجرة ما اتحركتش. في الوقت ده بقى بنلاقي هيجو جات وعمالة تبص كده على البيت بطريقة وحشة جدا، وبتقول لبنتنا أنت إزاي معيشاه هنا وبتكون عايز تاخده عشان نمشوا مع بعض. لكن بقى هو بيمسك إيدنا وبيقول لها إن هي اللي لازم تمشي لأن المكان ده هو مكان. وبتخلص معانا بقى الحلقة على كده. لو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير وسلام.